الفيديو ده يا جماعة يخص كل الناس اللي بتحب العربيات، كل الناس اللي بتحب تحافظ على عربيتها بشكل مبالغ فيه شوية. ممكن تبقى الناس متضررة بسبب المشاهد اللي هتيجي، بس هو الموضوع بصراحة يعني مثير للفضول شوية. الفيديو بيصور أو بينقل الصورة اللي بتحصل للعربيات داخل الحضانات في طبعًا دول أوروبية، وإزاي بيتم التعامل مع العربيات داخل الحضانات أو المخازن دي، طبعًا العربيات اللي هي المفروض بتتعدم أو العربيات اللي بتتقطع قطع غيار أو خردة أو الكلام دوّة. أنا عارف يا جماعة إن الفيديو ممكن يكون مؤثر شوية بالنسبة للناس اللي بتحب العربيات بس بزيادة شوية، ويالّا بينا نشوف أول فيديو. أول فيديو عبارة عن عربية هيونداي كريتا موديل 22، عربية بسم الله ما شاء الله عليها طبعًا زي ما حضراتكم شايفين. هنا الكلارك بيشيلها، مش بيشيلها مثلًا من الشاسيه من تحت، لأ، داخل في الإزاز زي ما حضراتكم شايفين كده، وبيرفع العربية من السقف. لأ، ده دخل بالكلارك في البربيز بتاع العربية، طبعًا دغدغه وبيرفع العربية من السقف بالشكل العنيف اللي قدام حضراتكم دوّة، وعليه العوض على العربية. وكأن الناس دي جواها غل بتطلعه في العربيات ديّة. ودي عربية سوناتا موديل 2019 تقريبًا، برضه العامل اللي هناك مش عارف بيحب يعمل فيديو عشان يطلّع مشاهدات أو إيه بالضبط، طبعًا بيخلّي العربية واقفة وبالمرزبة وعلى البربيز بتاعها بالشكل العنيف اللي قدام حضراتكم دوّة. وطبعًا الموضوع ده بيعملوه في كذا عربية بماركات طبعًا عالية جدًا. ودي عربية هيونداي 2016 نفس القصة برضه بالمرزبة ببربيز العربية. ودي عربية كيا ريو، طبعًا أنا مش عارف هو حَب تقريبًا يخمِّس أو يطلع الميكاني، بس للأسف المكان ما ساعدوش عنده. ودي طبعًا عربية مرسيدس من جوّه. هو مش عارف هو يعني هو طبعًا أكيد الغرض إن هو يعمل مشاهدات، بس هو طبعًا بيبوّظ في الدركسيون زي ما حضراتكم شايفين. حاجة صعبة بصراحة يعني. وهنا طبعًا بيشيل الجلدة بتاعة الفتيس. أي تخريب وخلاص، أي تخريب في العربية. أنا مش عارف يعني العربيات دي يا جماعة بيتعمل فيها كده، أُمّال العربيات اللي عندنا هيتعمل فيها إيه؟ أُمّال العربيات اللي عندنا في مصر يتعمل فيها إيه؟ وده هنا طبعًا عربية مش واضح الماركة بتاعتها من برّه، بس واضح إن هي موديل عالي يعني مش أقل من 2019 أو 2020 برضه. هنا تقريبًا بيلعب مع صاحبه أو هو عامل إيديه الاتنين كإنّه شخصين يعني. هنا بيعلّي الكاسيت، هنا بيوطّي. مش عاجبه خالص، راح بالمنشار راح جايب الكاسيت. حاجة بصراحة يعني مؤذية للمشاعر، بس أنا بصراحة يا جماعة الفيديوهات دي أثّرت فيّا بصراحة، حبيتها ووريتها لحضراتكم. مش عارف يعني العربيات دي أعتقد إن العربيات دي برضه لسه الصلاحية بتاعتها شغّالة ما انتهتش يعني زي العربيات القديمة، ما تستحقش أو الله أعلم برضه إيه الفكرة. وهنا طبعًا يا جماعة مش عارف بقى هو يخلّي الموتور شغال وبيوكّله بقى بيحط له فشار والّا مش عارف يحط له إيه. وهنا طبعًا لمحبين الياباني العربيات التويوتا هنا برضه عايز يفُك الوِش بتاع الموتور، فطلّعه بالشكل اللي قدّام حضراتكم دوّة. هنا طبعًا حَب مش عارف بقى يلمّع العربية أو يعمل إيه فيها بالضبط والّا عايز يدفن العربية باين والّا إيه، غرّقها طبعًا بالرملة وبعدين حَط عليها وِش باين أسمنت أبيض والّا حَط عليها جبس. وهنا طبعًا حَب يطلّع الairbag بس بشكل غريب شوية، الصاروخ يا باشا واتعامل. أشكال كتير وأفكار كتير هُم بيبتكروها طبعًا أكيد عشان مشاهدات. لو حد يعرف العربيات دي مثلًا بيتعمل فيها كده ليه أو في مثلًا سبب تاني إحنا مش عارفينه، مثلًا هو مطلوب منهم كده أو إيه السبب غير إن هم يعملوا فيديوهات ويجيبوا مشاهدات أو يتشهروا، يا ريت يبلّغنا.